السلام عليكم. دلوقتي انا جايبه لكم بقى الرز اللي بالكبده الخطير ده، تحفه يا جماعه وريحته جامده، وجنبيها سلطه الطحينه. يلا نشوف عملناها ازاي. هنا عندي كبده غسلها كويس ومقطعاها، وزيت ورز، كوبايه رز بسمتي، وهنا ملح وفلفل وكركم وبصلايه مبشوره. هنا حطيت الزيت، جبت الحله حطيت فيها الزيت، وبعد كده هحط البصلايه المبشوره وارفعها بقى على النار. هنا هقلب كويس، هفضل اقلب او تفضل ايدي كده في الحله عشان ما فيش حته تتحرق وحته لا. انا عايزه كده كله يبقى لون واحد كده، والبصلايه تدي طعم حلو. هنا بقى البصلايه اصفرت، هحط الكبده بالكبشه كده، هفضل بقى اقلبها لحد ما احس ان هي هتدي اللون اللي هي استوت، بس هي مش هتبقى استوت. هي طبعا هتكمل بقيه سواها في الرز. هنا كده احط بقى هنا هحط بقى البهارات بتاعتها، ملح وفلفل اسود وكركم. طبعا بقى ريحة الكركم هتطلع والفلفل الاسود هتطلع، هيبقى الريحة خطيرة بجد. الرز بقى انا غسلاه هنا ومصفيه كويس. هنا كوباية رز بسمتي، كوباية الرز البسمتي بتاخد كوبايتين مية او كوبايتين شوربة على حسب ذوقك. هنا هفضل اقلب بقى لحد ما الرز كده يتحمص شوية، وبعد كده انزل بالمية، كوبايتين المية. وطبعا انا حاطه ملح في الاول، دلوقتي لو عوزت ملح تاني هزود، مفيش اي مشكله، بس خلي بالك عشان ما يبقاش دلع. تمام كده. هنا نقلته على عين بعد ما اتشرب، نقلته هنا على عين واطيه. وهنا خلاص كان قرب يستوي، رحت حطيت ايه بقى، حبه كده فلفل الوان، دي حاجه اختياريه بس هي تدي منظر حلو. شايفين المنظر حلو ازاي؟ تحفه يا جماعه تحفه. هنا بقى قبل ما يستوي هنا شويه كمل اخر سوا، نحضر سلطه الطحينه. هنا عندي الطحينه، وعندي ملح وكمون وفصين توم وحبة خل، معلقتين خل. احط الخل على الطحينة واقلب كويس، هتجمد هي شوية كده. شايفين؟ هنا بقى اكون هنا جمدت خالص، هزود بقى حبة مية في حبة مية لحد ما القوام يوصل للقوام اللي انا عايزاه. بص انا لسه جامد، زودت حبة مية برضو. بصوا هنا بقى القوام بقى حلو ازاي، فلفل، ملح وكمون. هقلبهم كويس، بعد كده ايه، هبشر التوم كده زي ما انتوا شايفين، وهقلب كويس. لكن هنا نقلته في الطبق النظيف ده زي ما انتوا شايفين خطير ازاي. هنا بقى ايه، حبة زيت كده يدوله قوام حلو برضو وطعم احلى. زيت ذرة معلقة كده صغنطوطة، ظبطت لي الدنيا حلو، قوام تحفة وطعمه خطير خطير خطير. وده هنا انا صبيت حطيت الرز في القالب، طعمه تحفة يا جماعة، بألف هنا وشفا. والسلام عليكم.